عملت لهم اللي هم عاوزينه وزياده، انا قلت لهم حقهم، يعني كده عملت لهم اللي هم عاوزينه وزياده السنه اللي فاتت، ومروان عطيه يستحق انذار. مش ده الحق؟ اذا كنا بقى عايزين الحق. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. مش ده الحق؟ اذا كنا بقى عايزين الحق تماما. اهو الرجاء كان بنالتي بتاعته ظالمه السنه اللي فاتت، ومروان عطيه يستحق انذار. وبعدين خلصنا بقى، انا كده بتهيألي جماهير المغرب الشقيق، يعني كده عملت لهم اللي هم عاوزينه وزياده، انا قلت لهم حقهم. طبيعي اقول لكم ان ردود الافعال، الكلام اللي انا قلته امبارح تقريبا وافق 100% من جمهور الاهلي. للامانه اللي انا هقوله اللي جاي ده للامانه فقط عشان الواحد يبقى يحس ان ضميره مرتاح. الكلام اللي انا قلته امبارح وافق 100% من المصريين بصفه عامه، وتحديدا جمهور الاهلي بصفه خاصه. تقريبا اتفقوا معايا في كل ما قلت، سواء في التحليل الفني او في الاخطاء الكارثيه اللي عملها التحكيم واللي اثرت بشكل مباشر على نتيجه المباراه، او حتى على فكره انه ايه الانطباع السلبي اللي حاصل ده بعد المباراه رغم ان احنا كسبنا. فلازم تبقى راسك مرفوعه وعندك تفاؤل، لان انت كسبان ورايح المغرب بفرصتين، في مقابل ان الوداد عنده فرصه واحده بس اللي هي الفوز، لكن انت عندك تعادل وفوز ان شاء الله. مين بقى اللي تحفظ على بعض الكلام وكان له بعض الملاحظات؟ والحقيقه كان التحفظ والاعتراض ده بمنتهى الادب والاخلاق. مجموعه من الاشقاء المغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي في الكومنتات وفي التعليقات، وجات لي بعضها منهم متحفظين طبعا على الكلام، لان هم مغاربه، طبيعي هم بيشجعوا الفريق المنافس، وطبيعي ان هم يبقوا متضايقين من اي كلام لصالح الاهلي، وده طبيعي في الكوره ومفهوم ومحترم. يجيبوا لي نتيجه مباراتي الذهاب والاياب في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت مع الرجاء عشان نقول ان الكوره دي ما اثرتش. الكوره دي ما اثرتش لانه النتيجه كانت ايه؟ ده اثرت؟ اثرت. 2-1 في القاهره، 1-1 هناك، لا تبقى اثرت وعندهم حق. اثرت وعندهم حق قولا واحدا. انا ما بقى في الاحترام وفي الامانه ما بقلقش. ما دام النتيجه كانت 2-1 في القاهره و1-1 هناك، يبقى ضربه الجزاء دي اثرت، يبقى ظلم الرجاء في هذه المباراه. يا جماعه على فكره الحق ما يزعلش، وانا ما اعتقدش ان جمهور الاهلي يزعل مني دلوقتي، لان كل جمهور الاهلي هيقول ايوه ان ضربه الجزاء دي ما كانتش ضربه جزاء لانها خبطت في رجل المدافع، مش. لكن في النهايه اللي حصل حصل، والاهلي والرجاء خرجوا السنه اللي فاتت، والوداد هو البطل. وبالمناسبه كمان عشان ابقى خلصت ذمتي من ربنا، ومروان عطيه كان يستاهل انذار في الكره المشتركه اللي في بدايه الشوط الثاني. حد عايز حاجه مني تاني؟ مروان عطيه لاعب وسط الاهلي كان يستحق انذار في التدخل على قدم لاعب الرجاء وهو بيطلع الكوره في بدايه الشوط الثاني، وده الانذار الثالث، فبالتالي المفروض كان ياخد انذار ويحرم من لقاء العوده. حق ربنا لو كان الحكم اداله انذار كان يبقى عادي جدا وما نقدرش نتكلم. مش ده الحق؟ اذا كنا بقى عايزين الحق تماما. اهو الرجاء كان بنالتي بتاعته ظالمه السنه اللي فاتت، ومروان عطيه يستحق انذار. وبعدين خلصنا بقى، انا كده بتهيألي جماهير المغرب الشقيق، يعني كده عملت لهم اللي هم عاوزينه وزياده، انا قلت لهم حقهم. خلصنا من القصه دي. تعالوا بقى للاشاوس الحكام المصريين. وانا مش بتكلم عن الحكام المصريين اللي بيحكموا، انا بتكلم عن الحكام المصريين اللي بيحللوا، اللي هو لازم يتحلل لهم الاول قبل ما نسمع تحليلهم. صحيح يعني الحكام المصريين اللي بيعملوا محللين دول في القنوات لازم يتحلل لهم عشان نطمن ان هم يحللوا كويس. لان اللي حصل بعد مباراه الاهلي والوداد ده ملوش مسمى عندي غير انه انا بدور على اكثر المصطلحات تهذيبا. عيب. مش لاقي كلمه بعد كده، لان اي كلمه بعد كده ممكن توجعهم قوي، ممكن اسال عنها انا. عيب اللي عملتوه ده، عيب. بعض الحكام بيمالوا ويواطئوا ويجاملوا وينافقوا الاتحاد الافريقي والكابتن عصام عبد الفتاح في الاتحاد الافريقي. ليه؟ عشان بيدوا دورات في الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي بيختارهم، بيدوا دورات وبفلوس ودولارات. فبالتالي ما ينفعش نيجي قوي على حكام افريقيا او اختيارات لجنه الحكام في افريقيا، فلازم ندور لهم على تخريجه ندافع بيها عنهم. فمجموعه من المحللين بتوع الحكام في القنوات افتكسوا
افتكسوا قصة المسافة، افتكسوا قصة المسافة عشان يعدوا تخريجة للحكم الليبي انه ليه ما طردش المدافع الودادي في الكرة اللي لمسها بايده وهو اخر مدافع وليس هناك فرصة لاحد للحاق بيه. فقال لك لا، هو صحيح يستحق الطرد، بس في حاجة في القانون اسمها مسافة، معناها انه بما ان نص الملعب لسه واسع فالمسافة كبيرة، فممكن يكون لعيب جاي من ورا هو متأخر عن بيرسي تاو، بس ممكن يكون أسرع من بيرسي تاو، ففي المسافة الطويلة دي ممكن يحصله ويجيب الكورة. لا 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 صحيح، يعني هل في منك أكتر من واحد ولا أنت واحد بس؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إيه اللي بتهروه ده؟ أنهي قانون؟ أي الافتكاسات دي أنا معرفش مين اللي علمها لكم. مش ده بتاع روح البروتوكول؟ انا عرفت كده مين اللي علمها لكم. ما طالما احنا بنفتكس مخترعات وافتكاسات وحاجات ما نعرفهاش في الكوره وفي القانون اسمها روح البروتوكول وروح الفار وروح الواد وروح البنت والحاجات الحلوه دي، يبقى طبيعي ان احنا نعمل نسبيه المسافه وبعد الشمس عن الارض وقت الفرصه المحققه والكورنر اللي بيتعامد مع الاوت فيعملوا تسلل، يعملوا بقى اللي انتوا عاوزينه. وفي ذلك يعني فليفتي الناس زي ما هم عاوزين. قصه واضحه. اخر مدافع فرصه محققه مش واعده، محققه، طرد. انتهى الموضوع. خلاصه القول كل اناء ينضح بما فيه. خلاصه القول ان كل اناء ينضح بما فيه، وكل واحد بيقول ما يستقر بيه ضميره، المفروض لو في ضمير صاحي وموعوع كده ومفتح وحلو يعني. خلاصة القول اللي خلص واللي حصل وانتهت مباراة الذهاب، ولا جدوى من الكلام إلا بس لإعطاء كل ذي حق حقه. القصة الآن في 90 دقيقة القادمة، ورغم أنا عارف إنه الأجواء هتبقى صعبة في كازابلانكا، وعارف إن جمهور الوداد والجمهور المغربي بصفة عامة بيمثل عنصر ضغط كبير جدا 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 على الفرق المنافسة، لكن يبقى في النهاية 11 لاعب هينزلوا قدام 11 لاعب في المستطيل الأخضر. الجمهور مش هينزل الملعب، الجمهور بس حماسي وضاغط ومشجع، لكن ال11 قدام 11 و90 دقيقة، والاهلي له حظوظ وفرصتان والوداد له فرصة. ربنا يكرم بإذن الله، ويوم الأحد مساء نحتفل جميعا بفوز الأهلي إن شاء الله ببطولة أفريقيا واللقب ال11. اللهم آمين، قولوا يا رب.